واحد السيده قويه، حنا مجربينها في العمل معها وداك الشيء، كانت قويه وشخصيه وكما تنقولوا رجوله. هذيك السيده هذيك رجوله. من الحوايج اللي كانوا فيها واحد النهار في الطومه، واحد السيد مات في الليل، وحنا كنا عساتين في المستشفى، انا وكان معايا مخزني، وداك السيد مات، وكانت مستودع الاموات اللي كان في المستشفى الادريسي راه باقي، جا شويه معزول عن المستشفى، جا في واحد البلاصه معزول، والمستشفى فيه شجر بزاف، ولا بغيتي دوز للمستشفى، بغيتي دير المستودع غادي دير شي ميت في الليل كاين شويه الظلام، تدوز شي بلاصه خاليين ومظلمين. اي ان الواحد الا كان غيدي الميت اللي يديرو في الثلاجه في المستودع الاموات تسمى في السبيطار، لا مات في الليل، تدي الساروت هو اللي تيحل، هو اللي تيدخلو، هو داك الشيء. خص يكون واحد مثلا اللي ما تيخافش من الموتى، كاين بزاف الناس يخافوا من الموتى. وهي في الطومه قالت لذاك المخزني، قالت ليه دي عافاك الله يعطيك الصحه، نعطيك الساروت، عندي واحد السيد راه مات، راه شافو الطبيب، راه دوز ساعتين هو هنا، عافاك الا ما انا مشغوله شويه نديرو في البلونكار وديه دخلوا. قال لا انا ماشي شغلي، ما تخرجش لتما وهذا وهذا، وبقات تقول لها الخواف ما الخواف كذا كذا كذا. وقلت لها انا في الطومه، واختي نقول لك الصراحه انا وخا بوليسي وداك الشيء، وباش ندي ميت في الظلام وندوزو حتى البلاصه ونحل على دوك الموتى وندخلهم. قلت لها اختي شعري وقف، انا ما نقدش بوحدي. اللي قالت لي يا رجال، انتم رجال كذا كذا. وكان شي تقريبا شي 2 ديال الصباح، وفي الطوبه خرج داك السيد وهزاتو كمداتو وداتو، زعما باش نقول لكم اش من نوع ديال العيالات، وداتو دخلاتو لامور وسداتو جات وتضحك على الناس، ما قال لا خفنا حنا ولا كذا ولا كذا، ولكن حنا ماشي مسؤوليتنا، ما بغيناش ندخلوا في هذا الشيء. ربما كما قلت لكم الظلام في الطريق وكذا، ربما كما حسيت انا حسن المخزني شويه داكشي تيتقشر، خصو يكونوا جوج، هي كانت قويه.